تحية لكم. اليوم سنتناول ما يسمى بإعادة الإعمار في المناطق المنكوبة. جبال الأطلس الكبير يعني كلها منكوبة أصلا. كما يقال، فهل يمكن إصلاح ما أفسده الدهر دهر من الفساد والتهميش التي تعرض له الفلاحون بالأطلس الكبير والأطلس الصغير؟ ومن المضحك أن تبقى الدولة تتخبط في مشاكل تراكمت منذ يعني عقود وعقود. نعم، هي تتخبط في سياسات متخلفة، سياسات تبعية. قلنا نحن في النقابة الوطنية للفلاحين CGT وكتبناها وصرخنا وقمنا باحتجاجات، تنظيم احتجاجات الفلاحين ومراسلات، حتى المراسلات للأمم المتحدة. الأمم المتحدة اليوم تبحث وتعبر عن قلقها وعن أسفها وعن حزنها وماذا سنفعل بحزنكم؟ أنتم مجرمون، شاركتم في كل الجرائم. لدينا كتابات للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ونادينا مرارا بأن الكارثة ستضرب الفلاحين بعد الكارثة المنظمة من طرف الدولة والحكومات المتعاقبة منذ 1956. حتى لا نقحم فرنسا هنا في مرحلة الاستعمار المباشر. نعم، اليوم الدولة تتخبط. من المضحك أن تكون لجان إقليمية من أناس لا علم لهم بمعنى حقوق الإنسان ولا الديمقراطية ولا الحق في السكن ولا الحق في الشغل ولا الحق في الحياة ولا شيء لإحصاء المنكوبين. يا لا يعني شيء مضحك في 2023. إنه الزلزال كما صنعتموه بسياساتكم الطبقية التي اخترتموها، وها أنتم اليوم في ورطة. تعتقدون أن بلجانكم، يعني هذه اللجان شوية دارجة باش ما نسيريوش عاوتاني باللغة العربية، يعني هذا تسحبكم هذيك اللجان المقدم جا المقدم تيشوف جا هذا دخل للدار ما دخل للدارش، هذا بدا مع هذا يا سي راه كل شيء الفلاحين بالبوادي منكوبين. شحال هادي منكوبين، همشتموهم وحرمتموهم من الحق في السكن وحرمتموهم من المسالك. نعم، أوصلتم الاتصالات كي تجنوا الأرباح، وأوصلتم الكهرباء على نفقتهم هم. نعم، لدينا ملفات حول ذلك منذ 1992. نعم، وذلك كله من أجل استغلال معادن الجبال، وكأن أولئك الناس هم ليس منكوبين، وإنما هم لاجئين ببلادهم، لاجئين بأراضيهم. وأفظع ما قمتم به هو
هو تحفيظ أراضيهم باسم الغابات، كأن أناس هناك سكنوا منذ قرون، حيوانات اعتبرتموهم أقل من الحيوانات، يهجم عليهم هذا الحلوف، كيهجم عليهم الحلوف وكيخربق عليهم الأراضي ديالهم وما يتكلمش شي واحد لأنه الحلوف مقدس. والإنسان الإنسان اليوم بان لهم الإنسان قال لك إعادة الإعمار. أي إعمار ستعيدون؟ اش من إعمار؟ كتتحدثون عن 12 مليار دولار. 12 مليار دولار؟ ماذا تعني 12 مليار دولار؟ إعادة ماذا؟ السكن، المسالك، مدارس، مستوصفات. ماذا ما هذا العبث؟ الدولة يجب أن تتحمل مسؤولياتها، وهي تتملص من مسؤولياتها. تركت يعني الفلاحين يتخبطون لوحدهم، هناك منكوبون وهناك شهداء وشهيدات، فلاحات، فلاحين، أرامل، أيتام وغير ذلك. دواوير، أنا أعطيكم دوار بسيط. دوار ولد في هبزيو، فيه امرأة تملك منزلا، رفضوا إحصاء ذلك المنزل. هو ماشي منزل، هو ماشي ملكية ديالها، ماشي ديال راجلها. ايوا انت تسكنين، انت تسكنين لدى ابنك فين؟ في جنانات دايرين القيطون. واش هادو؟ واش الجنة؟ يا الدولة راه بديتي غادي غير تعوصي، راه ما غنتفرقوش معاك. غنقول لك عاد سكن واحد الدوار سكن حتى هو في هذيك يعني دائما في تسراس، جماعة تسراس، تليوين، دائرة تليوين، قيادة يوزيون. يوزين فيه جوج براجات. هاد الناس إذا مشاو لهم أراضي في البراج أو ومشى لهم براجات أخرين سد مختار السوسي وتحرموا من الماء، ومشاو لهم ممتلكات ديالهم، ومشى لهم حتى الكرامة دروك اللي كتسمى غير يكون عندك فين تلجأ غتموت فيه، كاع إلا جاب الزلزال آخر. هذا كذلك دوار كانت واحد الدوار آخر صافي انقطع. هذاك ما بقاش في التاريخ، ما بقاش في الجغرافيا، ما بقاش في الجيولوجيا، كل شيء صوبوا لهم المحسنين. يا الدولة دولة المحسنين في القرن 21. واش دابا نتوما كتضحكوا على راسكم؟ ما ضحكتوا العالم عليكم. اش حنا يعني حنا كنقنصوا؟ لا، حنا هادشي قلناه وعندنا وثائق وعندكم وثائق وفي المحاكم وحطيناه في محاكم أن هادشي، هاد الكارثة اللي غاديين ليها ها هي وصلات. عطاوهم الدوار كامل كله منكوب، اللي ما طاح راه الدار اللي ما ربت راه ما تصلح، راه ما تصلحش. جات في واحد النقطة اللي فيها البراج والبراج آخر وطلع الفوق تلقى الزقندر، كل الشروط ديال التدمير شاركتو فيها وبنيتوها. ما غيمشيوش فيه، ما عندهم غير تما وناعسين دابا في العالم. الدوار كله عطيتهم 4 الخيال. ايه الجماعة في 2 وقفت تما، شاركنا فيها في النضال باش تبقى ديك الجماعة تما. ومن هذيك الجماعة تأسست هذه النقابة هذه،
جماعة تيسرس ما يسمى بجماعة تيسرس واحد الجماعة حديثة تابعة من المهجرين ديال أولوز ديال أولوز 92. إيوا جا الرئيس تا هو وهذاك مدير الديوان ديال ديك الساعة ديال داك العامل اللي كان واحد قارون تما وداو لهم 21 هكتار وداو لهم هكتارات اخر داو لهم 121 هكتار وداو لهم ودابا هادوك الناس واش زعما غير يتنبشوا فيهم دابا نبشتو فيهم الدم هذا هو دابا كتصمو الدم نيشان يعني عرفتي يعني الدم نيشان كتصموه وهذاك هو اللي غيخرج عليكم يا نوض الدولة. راه هاد الأساليب باش خدامة راه أساليب جد متخلفة يعني تدمي العين والجبين عار على جبينكم. نكتفي بهاد الشي هذا راه إلا زدت غادي نبقى نخسر الهضرة.